اهم 4 حاجات عشان تخلي نومك مثالي. اول حاجه، نظم تعرضك للضوء. اول ما تصحى من النوم اتعرض بشكل مباشر لضوء الشمس، ولو مش موجود ممكن الضوء الازرق العادي. قبل نومك بساعتين مفيش اضواء مباشره تكون على دماغك، ولو اضطريت يكون في اضاءه تكون جانبيه. ووقت نومك اوضتك تكون ضلمه زي الكهف، وده هيساعدك انك تنظم افراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم، واللي هيجنبك الارق بتاع الساعه 3 الصبح ده. تاني حاجه، وقف شاي وقهوه في اي وقت بشكل عشوائي. مش بقول لك بطلهم خالص، بس على الاقل بلاش قهوه او شاي من 6 ل 8 ساعات قبل نومك، ودي هي الفتره اللي بيكون فيها الكافيين نشط جوه جسمك. تالت حاجه، خلي عندك نمط لنومك، وعدد ساعات النوم ما تقلش ابدا عن 7 ساعات. بس العشوائيه في نمط نومك مش هتاثر بس على جوده نومك وفوقانك، هتاثر كمان على هرموناتك ومزاجك والمناعه بتاعتك. رابع حاجه، برشح لك تقرا كتاب واي وسليب، او تتفرج على البودكاست بتاع مؤلف الكتاب ماتيو ووك. الراجل ده قضى سنين بيبحث عن النوم وايه تاثيره على حياتنا.